عسلامة عسلامة، اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة اللي هي شوربة مفورة. حاجة بنينة برشا وبطريقة سهلة. هيا وتابعوني كيفاش نطيبوها. أول حاجة كما تشوفوا حطينا الزيت في الكسرونة وحطينا مغرفتين طماط كونسونتري، حطيت عليها الماء وحركتها باش تولي جارية شوية كيما الصوص. وبعديك حضرت الخضرة متاعي، قصيت 3 روس ولا 4 روس بصل كبار خاطر الشوربة المفورة تحب البصل. قصيت البطاطا متاعي وقشرتها وخليت قرن فلفل. باش نطيب الشوربة المفورة متاعي بالدجاج، غسلت الدجاج ونظفته بالكدا بالقارص. بعديك حطيت الدجاج في الزيت وطاو باش نحط كل شيء على البارد، يعني مازلت ما شعلتش الغاز. صبيت الطماط متاعي وحضرت الماء يسخن خاطر باش نمرقلها من بعد بالماء السخون. بعد حطيت البصل اللي قصيته وكما أو كما قلت لكم كل شيء على البارد، مازلت ما شعلتش عليه الغاز. وتوا هذوما الفحات متاعي اللي هو ثوم أقل من راس مش راس كامل، ملح، فلفل أكحل، تابل وكروية وكركم وفلفل أحمر. حطينا الفحات الكل. توا هذا مزلنا الكل على البارد. تويكا باش نكمل نحط شطر مغرفة كبيرة هريسة عربي ولا هروس وخلط كل شيء. بعد نحل عليها الغاز. بعد مرقت لها بالماء وتوا حطيت الشوربة متاعي. استعملت نوع سبيقة هذية تعجبني، حطيت باكو كامل وفوحتها بزيت زيتونة. تعطي بنة أكثر من زيت الحاكم، واللي يحب يحط زيت حاكم يحط، أنا نحبها بزيت زيتونة. وحطيت عليها شوية ماء دافي وحركتها باش يدخل فيها مليح الزيت والماء. وتوا باش نحطها في الكسكاس تفور فوقك الصوص متاعي. الصوص تجيب من اللوطة وهي تفور من الفوق، ونقعد كل شوية نحركها كالعادة، كل شوية نحركها كالعادة. والأسوس متاعي لهنا إني كل شوية نمرقلها أكل الشوربة متاعي، كل شوية نمرقلها بالصوص اللي تطيب. معناتها كل حكاية درجين ربع ساعة نمرقلها بشوية صوص ونحركها. ولهنا بعد ما غليت الصوص متاعي مليح حطيت البطاطا، رميت البطاطا متاعي في المرحلة هذه. وكالعادة باش نكمل نمرقلها مرة أخرى، يظهر لي المرة الثالثة هذه نمرقلها. نبقى نحرك فيها كالعادة كيما تشوفوا، في كل مرة نمرقلها نحركها مليح ونرجعها تتفور لين تطيب. كي نحركها نعمل هكاك الحفرات في الشوربة باش يخرج الباخ متاع الغليان اللي من اللوطة باش تطيب مليح. وكهو تويكا حضرت الشوربة مفورة متاعنا، حطيتها في تبسي عربي. حاجة بنينة برشا وجاي كعبة كعبة بنين وطري. حصيلو بنة بنة جربوها بالحق، حاجة سهلة وبنينة في نفس الوقت. كهو هذه الرسالة متاعي لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. حاجة سهلة وبنينة، وإن شاء الله نرجع لكم في فيديو آخر.